السلام عليكم. الجزء الثالث من كتاب نيريكيبا الحسون الصادر سنة 1873. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسون من أجمل طيور أوروبا. الحسون من أجمل المخلوقات في الطبيعة. أجمل الألوان في جسده: الأسود، الأبيض، الأصفر، الأحمر، موزعين بطريقة لذيذة. عندما يكون صغير الحسون في العش ويغادره، لن تظن أبدا أنه سيصبح بهذا الجمال وهذا الأحمر الشديد الذي يميزه في الربيع. طول ذيله 54 ملم، طول المنقار 11 ملم، طول الساق 13 ملم. أنثى الحسون مساحة الحمرة أقل من الذكر، والأسود على القبعة والجناح مختلط بالبني والرمادي. الألوان الغير الشائعة عند الحسون: هناك الحسون الملطش بالأبيض، والرأس الأبيض، والذقن الأبيض، والأسود إلى آخره. والحساسين في القفص أحيانا يأخذ القناع اللون البرتقالي وحتى الأصفر. في مدينة أورليان في فرنسا، وعلى رأسهم عالم الحيوانات والعصافير فرانسوا ساليرن 1706-1760، يقسمون الحسون إلى 4. الحسون الأول يسمونه لو كواتخان الرباعي، ولديه 4 ريشات بيضاء في طرفي الذيل. الحسون الثاني وهو يسمى سيزا، وهو السداسي، لديه 6 ريشات بيضاء في طرفي الذيل، وهو أكبرهم حجما، ويسمى أيضا الملكي، ويزوجوه عادة لأنثى الكناري. الحسون الثالث يسمى فيغ بري المخضر، لديه الأخضر على الجناح. الحسون الرابع شاربوني، لديه لحية سوداء، وهو أصغرهم حجما ولكن مملوء بالتغريد. ويقول فرانسوا ساليرن: لا تحسبوا أنهم سلالات مختلفة، ولكن في نفس العش نستطيع إيجاد الملكي والمخضر والرباعي والشربوني، أي أنهم إخوة. ويؤكد ذلك العالم الألماني جوهان ماتيوس بيشستاين. وهناك أيضا من يزعم أن الحسون الذي لديه 6 ريشات بيضاء في ذيله، وهو السيزا أو السداسي، مغرد بارع، وهو قليل. عند صيد 50 حسون نجد 5 حساسين ملكيين. ملاحظة: يقول الكاتب أن مميزات الذكر عند العصافير تنتقل إلى الصغار. أنهينا الجزء الثالث، إن شاء الله نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.